ونشير إلى هذا الخبر الذي تتابعونه الآن، حيث توصل الاتحاد السوداني لكرة القدم لاتفاق للتعاقد مع المغربي بادو الزاكي لتدريب المنتخب السوداني بعقد لمدة عام مبدئي. وللمزيد حول هذا الخبر معنا عبر الهاتف مراسلنا من الخرطوم سامر العمرابي. سامر، ما هي تفاصيل هذا التعاقد المفاجئ مع الزاكي؟ نعم حمد، بصراحة يعني هذا الأمر كان معلوما لنا منذ فترة طويلة، ولكن يعني المصادر في اتحاد كرة القدم السوداني، تحديدا رئيس الاتحاد معتصم جعفر الذي يتولى هذا الملف شخصيا من فترة طويلة، يعني كان يطلب مننا كثيرا الانتظار إلى حين وضوح الرؤية مع المدرب. بصراحة هذا الأمر كان من المفترض أن يتم عقب مباراة المنتخب السوداني ومنتخب الكونغو التي أقيمت في الخرطوم، وفوز المنتخب السوداني في هذه المباراة يعني جعل القرار يتأخر نوعا ما، وتعثرت المفاوضات قليلا بين الاتحاد السوداني ممثلا في رئيسه تحديدا والمدرب بادو الزاكي. لكن عقب المستوى المخيب للمنتخب السوداني في بطولة الشان الأخيرة كأس أفريقيا للمحليين في الجزائر، تجددت الاتصالات مرة أخرى، خاصة وأن المنتخب مواجه بمباريات جديدة في تصفيات كأس أفريقيا بطولة الكان في مارس المقبل مع منتخب الغابون، وفي ضمن مجموعة صعبة بهدف التواجد في نهائي البطولة. كان لابد من إحداث تغيير فني في المنتخب، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه داخل اجتماعات مجلس الإدارة التي كان آخرها بالأمس، حيث أخذ رئيس الاتحاد تفويضا من مجلس الإدارة بإكمال الاتفاق مع المدرب الجديد للمنتخب. وفي داخل هذا الاجتماع تقدم رئيس الاتحاد على الفور لمجلس الإدارة بأنه قد توصل لاتفاق شبه نهائي يمكن القول بأنه مع المدرب المغربي بادو الزاكي، أن هذا الأمر قد تم بالفعل خلال تواجد رئيس الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت مؤخرا في المغرب. هذا الاتفاق سيكون لمدة عام قابل للتجديد بنفس شروط الاتفاق الذي سيوقع في العاصمة السودانية الخرطوم، والإعلان الرسمي سيكون في الأسبوع المقبل. سيصل المدرب بادو الزاكي إلى الخرطوم، وسيكون معه في الجهاز الفني مدرب مساعد مغربي الجنسية أيضا، إضافة إلى المدرب الوطني إبراهيم حسين إبراهوما الذي تم تعيينه بالفعل من قبل اتحاد الكرة في الأيام الماضية مدربا مؤقتا للاتحاد السوداني، والآن يعني تمت إضافته إلى الجهاز الفني لبادو الزاكي، ووافق عليه بادو الزاكي بعد أن تعرف على السيرة الذاتية لقائد المريخ والمنتخب الوطني السابق إبراهيم حسين إبراهوما. المواجهة الأولى والمهمة الأولى التي تنتظر الزاكي مع المنتخب السوداني هي مواجهة الغابو في تصفيات كأس أفريقيا في 20 من مارس المقبل. ويعني حسب ما نعلم أن الاتفاق كان واضحا بين رئيس الاتحاد والمدرب المغربي بأن هدف الاتحاد السوداني والطموح هو التواجد في نهائيات كأس أفريقيا المقبلة في كوت ديفوار، أن هذا الهدف هو هدف لا يمكن التنازل عنه، خاصة وأن المنتخب السوداني الآن في موقف جيد في مجموعته، خاصة بعد الفوز في الجولة الماضية على منتخب الكونغو، وسيواجه منتخب الغابو كما قلنا في الجولة المقبلة. عموما يمكن القول بأن التفاصيل اكتملت. هناك بعض التفاصيل الصغيرة تتعلق بكيفية إكمال الجهاز الفني للمدرب المغربي، ولكنها ليست موضع خلاف بين الاتحاد السوداني وبين المدرب المغربي الذي من المؤكد أنه سيصل إلى الخرطوم في الأسبوع المقبل للإعلان الرسمي عن الصفقة، وسيكون متواجدا في الخرطوم اعتبارا من الأسبوع المقبل حتى موعد السفر إلى الغابو. سيتابع في هذه الفترة مباريات الدوري السوداني، أيضا مباريات فريقي القمة السودانية الهلال والمريخ في دوري أبطال إفريقيا، حتى يتوصل إلى القائمة المختارة للسفر إلى الغابو للمباراة هناك، وهي كما قلنا المهمة الأولى للمدرب بادو الزاكي. عندما تسربت هذه الأخبار حمد يعني قوبلت بارتياح كبير في الشارع الرياضي السوداني، لأن الجميع كان يبحث عن ضرورة إحداث تغيير فني
الفني في المنتخب السوداني، وايضا لان الزاكي اسم كبير في الكره العربيه طبعا وفي الكره المغربيه، وهو لاعب سابق وله تجارب ايضا في اوروبا، وبالتالي يعني الجميع يعتبر بان بادو الزاكي هو خيار موفق جدا للاتحاد السوداني لكره القدم. طبعا كانت هناك خيارات اخرى كما ذكرنا في فترات سابقه ايضا، من ضمنها المدرب الغاني كواسي إبيا، ولكن رئيس الاتحاد السوداني معتصم جعفر كان حريصا على ضروره التعاقد مع مدرب عربي يعني يكون صاحب اسم كبير وتجارب كبيره وخبره كبيره لقياده المنتخب السوداني، وكان تركيزه كبيرا على المدرب بادو الزاكي طوال الفتره الماضيه، وكنا نعلم ذلك تماما. ولكن طبعا كما قلت لك لم تكن هناك امور واضحه حتى نقوم بالاعلان عن هذا الامر في وقته. الان اكتملت التفاصيل وتاكدنا تماما من مصادرنا في الاتحاد السوداني لكره القدم ان هذا الامر تبقى فقط الاعلان الرسمي في الاسبوع المقبل، وبادو الزاكي سيكون مدربا للمنتخب السوداني.